مهزلة أوبر في مصر لسه مستمرة، ومحاولة اختطاف جديدة لسواق لبنت هنا في التجمع في القاهرة، وتم القبض عليه في أقل من 24 ساعة. يا جماعة، أوبر والأبليكيشنز التانية اللي احنا بنستخدمها عمال على بطال بدون ما ناخد بالنا منها دي ممكن تعمل لنا كوارث ومصايب، فلازم ناخد بالنا من كذا حاجة، رجالة وستات على فكرة، مش ستات بس. لما تيجي تطلب من الأبليكيشن أي عربية ما تطلبهاش وانت واقف في الشارع، بالذات لو في حته مقطوعه او ضلمه. لازم تتاكد من رقم العربيه وشكل السواق، هل هو اللي موجود في الابليكيشن ولا لا. لو مش هو ما تركبش العربيه خالص، حتى لو قالك اصل مستلفها اصل مغيره، ما تركبش العربيه. اقعد في الكنبه اللي ورا وبلاش تقعد جنب السواق، عشان لو عايز تنزل من الجنب اليمين او الجنب الشمال تعرف تنزل بكل سهوله. لو ساكنين في منطقه معزوله او مقطوعه ما تركبش او تنزل قدام بيتك، بعديها بعمرتين، قبلها ب3 عمارات الناحيه التانيه من الشارع، بس ما تعرفش السواق انت ساكن فين بالظبط. ما تشاركوش اي نوع من انواع البيانات الشخصيه مع اي سواق، يعني ما يعرفش انت متجوزه مش متجوزه، ساكنه لوحدك، قاعده فين، بتشتغلي فين، ما يعرفش اي حاجه من الحاجات دي. يفضل دايما تفضلوا قاعدين ساكتين. اول ما تركبوا العربيه شيروا الرحله بتاعتكم مع اي حد من اسركم او من اصحابكم، وحاولوا تبينوا ده للسواق. يعني انت لو ركبت العربيه، ايوه يا بابا انا دلوقتي شيرت لك الرحله عشان تعرف انا هوصل امتى، وبعتوا معاها سكرين شوت برقم العربيه واسم السواق. ما تفتحش ازاز العربيه للاخر، عشان لو حد معدي بموتوسيكل ولا اي حاجه ما يسرقش منك موبايل انت ماسكه في ايدك، ولا عقد ولا سلسله انت لابساها. طبعا دي مش محتاجه تتقال. ما تناموش في اوبر ولا تبقوا راكبين وانتوا سكرانين ومش دريانين بالدنيا. يعني لو مش مرتاحه انزلي فورا. لو السواق مريب انزلي فورا. حسيتوه مش فايق او مش في وعيه انزلوا فورا. اوعوا تسمحوا للسواق انه يمشيكوا على مزاجه ويلتزم بالخط السير اللي موجود جوه الابليكيشن. قالك اصل كده هوفر طريق، كده اسرع، كده اسهل، كده هوفر عليك فلوس، ما تسمعوش الكلام ده خالص. لو الرحله اللي انت هتاخدها طويله اتاكد دايما ان الموبايل بتاعك مشحون. ما تركبوش اوبر في اوقات متاخره او بالليل قوي. لو قعدتوا في الكنبه اللي ورا اتاكدوا دايما ان السواق مش عامل قفل الاطفال عشان تعرفوا تفتحوا الباب. ما تحطيش صوره ليكي على الابليكيشن. لو معاك شنطه، لابتوب، اي حاجه ما تحطهاش في شنطه العربيه، حطها جنبك على الكنبه. لو السواق قالك انا بمشي بكاش بس وكريدت كارد ما بقبلوش، انزل من العربيه فورا وبلغ عنه. لو السواق هددكم باي نوع من انواع الاسلحه افتحوا باب العربيه ونطوا من العربيه فورا. لو العربيه مخالفه لاي شروط الامن والمتانه، ازاز مكسور، باب مخلوع، عربيه واخده خبطه جامده، العربيه مش عارف عامله ازاي، ما تركبش العربيه. دايما حط حزام الامان. لو السواق بيجري على سرعات اعلى من السرعات القانونيه امره ان هو يقلل السرعه وبلغ عنه برضه. ما تركبوش اولادكم والاطفال الصغيرين اوبر تحت اي ظرف من الظروف. خد بالك يا حبيبي من الحاجات البسيطه دي، وحافظ على بيتك واهل بيتك، وخليك راجل.